أنا عارفة أنتِ تعبتِ إيه، تعبتِ من كتر ما بتحاولي تصلّحي في نَفْسِك، وقررتِ وقريتِ كُتب كتيرة أوي وسمعتِ podcast بالساعات، وحفظتِ كل كلام دكاترة علم النفس تقريبًا، يمكن كمان دفعتِ فلوس في كورسات علشان تبني ثقتِك بنَفْسِك، فبتبدئي دايمًا وأنتِ كُلِّك حماس تقفي قدّام المراية كده وتوكيدات إيجابية بقى وأنا قوية وأنا ناجحة وأنا أستحق الأفضل. وبتنزلي شغلِك وبتتعاملي مع الناس وأنتِ حاطة قناع الثقة ده على وشِّك، يوم في التاني في التالت في الشهر، وبعدين مطب صغير جدًا قد كده، حد ينتقدِك في شغلِك، حد قريب منِّك يقول لِك كلمة سخيفة، مجرد نظرة كده مش عاجباكِ في عيون حد وأنتِ بتتكلمي، وفجأة تلاقي نفسِك كل اللي أنتِ بنيتيه ده وقع في ثانية. القناع اتكسر خلاص وترجعي لنقطة الصفر تاني، يمكن أقل من نقطة الصفر كمان، والصوت اللي جواك يطلع يضحك عليكِ بسخرية ويقول لِك هو أنتِ كنتِ فاكرة إنِك اتغيرتِ؟ هو أنتِ بتضحكي على مين؟ أنتِ عمرِك على فكرة ما هتبقي واثقة في نفسِك بجد، وبدل ما كنتِ بتعاني من مشكلة واحدة بقيتِ بتعاني من مشكلتين، المشكلة الأساسية أصلًا وكمان إحساسِك باليأس والفشل لإنِك حاولتِ وما قدرتيش. لو ده بيحصل معاكِ خليكِ معايا لآخر الفيديو لإن أنا جاية النهارده في Inspirex عشان أقول لِك العيب مش فيكِ، هو العيب كمان مش إن إرادتِك ضعيفة ولا إن حالتِك ميؤوس منها، العيب في المنهجية اللي بيتباع بيها وهم التطوير الذاتي. النهارده هنفهم علميًا ليه كل طرق بناء الثقة بالنفس التقليدية ممكن تفشل معاكِ، وليه دايمًا بترجعي برضه لنقطة الصفر. في عالم التنمية البشرية السطحي بيتعاملوا مع النفس البشرية كده كأن هي شاشة كمبيوتر، ممكن نغير الخلفية بتاعتها في أي وقت بضغطة زرار، ويقولوا لك بقى غيري أفكارك السلبية لأفكار إيجابية وحياتك هتتغير ويلا وانتي قادرة ومش عارف ايه. فالكلام ده بيسموه في علم النفس الحديث اسمها التوكسيك بوزيتيفيتي أو الإيجابية السامة. ليه يا حبيبة سامة؟ لأن هي بتفترض إنك إنسانة صفحتها بيضة وتلغي تماما إنك أصلا عندك تاريخ وعندك ماضي وعندك خذلان وعندك رسائل كتيرة قوي اتقالت لك في طفولتك حسستك بالعار وإنك مش كفاية. فتخيلي معايا كده إنك مهندسة ديكور مثلا وجابوكي علشان تشطبي بيت، البيت ده أصلا أساساته مخلعة، يعني أساساته من تحت بتسرب مية والحديد بتاعه مصدي والحيطان مليانة رطوبة. هل ينفع تجيبي أغلى نوع دهان في العالم وتدهني بيه الحيطان دي؟ طب هل ينفع تحطي ورق حائط مدهب علشان تداري بس الشروخ؟ في ناس هتيجي تقول لي أيوه ينفع، وبالفعل شكل البيت بيبقى من بره بيجنن وتحفة، ولكن أول ما تيجي عاصفة كده وشتواية محترمة أو يمر وقت بسيط الرطوبة هتنطر الدهان ده أصلا، فالحيطان هتبدأ تقع تاني. وده بالظبط حرفيا بالملي اللي انت بتعمليه في نفسك لما تحاولي تبني ثقة بالنفس وانت أصلا جواكي رفض وعار. الثقة بالنفس أنا بمثلها إن هي الدهان والعار هو الرطوبة والأساس أصلا المسموم. جهازك العصبي بقى هو أذكى من إنه يضحك عليه بكلمتين قدام المراية، فلما تيجي تقفي قدام المراية وتفضلي تقولي أنا ناجحة ومحبوبة ومش عارف إيه واللاوعي أصلا عندك مليان صدمات بتقول إنك مرفوضة ومعيوبة وإن غير كده أصلا، فيحصل حالة جوه دماغك اسمها التنافر المعرفي. عقلك بيعتبر التوجيهات دي عبارة عن كذبة فيتوتر أكتر ويقاوم التغيير ده بشراسة أكبر علشان يحافظ على المألوف، حتى لو المألوف ده هو أصلا الوجع. الخطر الحقيقي بقى مش إن الثقة دي بتقع، لأ، الخطر الأكبر في اللي بيحصل لِك وأنتِ بتحاولي تحافظي عليها وهي أصلًا مزيفة. لما تستخدمي درع الهجوم اللي اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت وتيجي تبني ثقة مصطنعة مبنية على إنجازات ومثالية، أنتِ عمالة تدخلي في دايرة رعب ما بتهداش حرفيًا. تبقي عايشة حاجة اسمها متلازمة المحتال أو الimposter syndrome. فتبقي ماشية كده وسط الناس وناجحة والدنيا تمام وشكلِك حلو وشاطرة وبتكسبي كويس وواخدة شهادات عالية ومش عارف إيه، بس أنتِ من جواكِ خايفة، خايفة في أي لحظة حد يكشف حقيقتِك، خايفة يكتشفوا إنِك أصلًا من جوّه هشة جدًا، وإن كل الثقة دي هي مجرد واجهة. فالرعب ده عمّال يسحب كل طاقتِك، هو بيخلّيكِ تشتغلي أضعاف مضاعفة وأضعاف المطلوب منِك أصلًا، مش عشان أنتِ طموحة، لأ، علشان أنتِ خايفة تنكشفي. علشان كده أنتِ دايمًا بتنامي تعبانة وتصحي تعبانة لإن التمثيل بياخد
من وقتِك وجهدِك أكتر بكتير من إنِّك تعيشي بشكل حقيقي، فأنتِ ما بترتاحيش حتى وأنتِ لوحدِك، لإن الناقد الداخلي عمّال يحاسبِك على كل هفوة، فالثقة اللي بتتبني بالطريقة دي هي حرفيًا عقاب، عمرها ما كانت تحرُّش. طيب يا حبيبة، لو الثقة بالنفس مش هي الحل، إيه هو الحل بقى؟ الحل في اللي إحنا يعني نتبناه كده كفلسفة كاملة في Inspirex Academy. المنهجية بتاعتنا بتقول لِك حُطّي فرشة الدهان من إيدِك دلوقتي وتعالي ننزل مع بعض للأساسات الأول وننضّفها. علشان كده إحنا ما عملناش رحلة الثقة بالنفس الأول، لأ، إحنا عملنا رحلة المصالحة. في فرق كبير جدًا علشان أنا بانياه على طريقة علمية وترتيب منطقي، فأنا عملت رحلة المصالحة اللي هيكون بعدها إن شاء الله رحلة الجذور اللي هي الثقة بالنفس. فعلشان نبني الثقة بالنفس إحنا محتاجين أرضية، فالمصالحة دي هي التربة اللي هننضفها علشان الثقة بالنفس تكبر فيها براحتها. مش ممكن تزرعي أبدا في أرض مسمومة وتستني إن هي تطلع وردة صلبة. فالمصالحة هنا معناها إني أبطل أتخانق مع الجزء الضعيف اللي جوايا، معناها إني أشوف العار اللي متخزن بقاله أيام وبقاله سنين من أيام الطفولة وأقول له أنا شايفاك ومش هخاف منك تاني. معناها إني أبطل أحارب جسمي وأتصالح مع قرارات الماضي اللي أنا سنين طويلة ندمانة عليها. بدل ما أبني درع أصد بيه ضربات الناقد الداخلي، أنا بفكك السلاح أصلا بتاع الناقد ده بنفس، يعني ببدله بلغة جديدة تماما اسمها لغة الحنان الذاتي أو الترحم الذاتي. فلما نيجي نعمل مصالحة حقيقية انت ما بتبذليش أصلا أي مجهود علشان تباني واثقة من نفسك، لأن الثقة ساعتها هي بتكون أثر جانبي لسلامك الداخلي المعبر عنك من جوه. فأنتِ كده أنتِ متخيّلة معايا أنتِ مش هتكوني محتاجة أصلًا تمثّلي إنِّك قوية، فلو غلطتِ هتقولي ببساطة أنا غلطت وهاصلّح الغلط ده، من غير ما تقلّلي من قيمتِك كإنسانة. لو حد انتقدِك هتسمعيه، ولو كلامه غلط هترمي كلامه ورا ضهرِك، لإن قيمتِك ما بقتش مستمدة أصلًا من رأي أي حد في العالم. ده هو السلام الحقيقي، وده الراحة اللي إحنا بندوّر عليها أصلًا سنين طويلة. فعايزاكِ توقّفي أي حاجة بتعمليها دلوقتي، وهاتي النوت بوك بتاعتِك يعني. فإحنا النهارده مش هنجاوب على أسئلة كتير، هو سؤال واحد بس اللي هاسأله لِك، ولكن إجابته هي هتكون نقطة تحوّل بالنسبة لِك. عايزاكِ تكتبي في نُص الصفحة كده إيه هو التمن الحقيقي اللي دفعته من صحتي، من أعصابي، من وقتي، من مجهودي، ومن أيامي، ومن شبابي، علشان أحافظ على شكل الثقة المزيفة قدّام الناس. بس اسألي نفسِك كده. اسألي نفسِك هل دفعتِ تمن ده من نومِك، من سلامِك العقلي، من قدرتِك على إنِّك تكوني عفوية وتضحكي من قلبِك بجد؟ عايزاكِ تكتبي التمن ده وشوفيه بعينيكِ، علشان يكون عندِك إدراك إن الدرع ده كان أغلى بكتير من الحماية اللي قدّمها لِك. فإحنا بقى لنا أسابيع بنمهِّد للأرض، اتكلمنا عن الكبت والدروع والجسم، والنهارده كسرنا صنم الثقة المزيفة. فالوعي بالنسبة لي كده اكتمل، ودلوقتي جه وقت الشغل الحقيقي. عايزين وقت التشخيص الفعلي. بعد بكرة بإذن الله يوم السبت 16 مايو هو ميعادنا مع المحاضرة المجانية الأهم انتي في حرب. في الويبينار ده هنعمل الاختبار المباشر اللي هيوريكي حجم تأثير الأساسات المسمومة دي على حياتك قد إيه. هنقيس مع بعض مستوى الناقد الداخلي ونحط الخريطة الكاملة لرحلة المصالحة. لأننا كمان في الأكاديمية بنهتم جدًا إن تواصلنا يكون مباشر ويكون أقرب ليكِ. التسجيل للمحاضرة هيكون أسهل ما يمكن، اتأكدي بس إنِّك مشتركة في القناة وفعّلي زر الجرس، وهاسيب لِك لينك الحلقة في الdescription box أو صندوق الوصف. مجرد ما تضغطي عليه هيحوّلِك مباشرةً على الفيديو. وما تنسيش تتابعيني وتقولي لي رأيِك في الwebinar.